السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ النهاردة هنتكلم عن النصب في اندونيسيا، ازاي ان انت ممكن يتنصب عليك. طبعا هي كل بلد فيها الحلو والوحش، فلازم ناخد بالنا برضو ان مش كل الناس طيبين، يعني مفيش بلد كل اللي فيها كويسين، يعني برضو في نصابين. فلازم ان احنا ناخد بالنا من بعض النقط المعينة، الحفر دي، علشان ما نقعش فيها. اشهر طرق النصب بتكون هي النصب عن طريق الحب، ان انت بتتعرف على واحدة من على النت، كون ان انت عايز تتجوزها، بترتبطوا ببعض، بتكون انت نيتك ان انت تتجوز، بس هي بتكون نيتها ان هي تنصب عليك. طبعا دول بينقسموا لانواع كتير جدا. في منهم نوع بيكون مستعجل، اللي هي مجرد ان انت ارتبطت، عدى كام شهر كده، هتلاقيها تقول لك حاجة زي مثلا ان انا بدرس في مدينة، والبيت بتاعي في مدينة تانية، والمحفظة بتاعتي وقعت ومعيش فلوس، ومش عارفة ان انا اتصل باهلي، ومفيش حد عايز يسلفني وبعت لي اي حاجة. او ان هي تقول لك اي سبب ايا مكان علشان انت تبعت لها فلوس. هي بتكون بتجرب ان انت ضحية سهلة ولا لا، هل انت هتبعت فلوس ولا لا، علشان تشيل من جواك اي شك. مش بتطلب مبلغ كبير، بتطلب مبلغ صغير. ف وانت بتبقى واخد الموضوع مثلا ان انا ايه، انت خلاص بقى هتبقى مراتي، فانا الراجل بتاعك، فلازم اصرف عليكي، وانت محتاجة مبلغ فانا اساعدك. فما تبعتش فلوس لاي حد لاي سبب. النوع التاني بقى اللي مش بتطلب اي حاجة، ما بتطلبش منك فلوس، والموضوع بيعدي طبيعي جدا لغاية ما انت تيجي علشان تتجوزها. لما انت تيجي بقى عشان تتجوزها، تقول لك حاجة زي مثلا ان هي مطلقة، بس البطاقة بتاعتها لسه متزوجة، ما غيرتش البطاقة بعد الطلاق. ليه؟ لان اصل جوزها مثلا ما ادهاش الشهادة بتاعت الطلاق، فانا دلوقتي مكتوبة على البطاقة اللي انا متزوجة، فمش هينفع ان احنا نتجوز في المكتب بتاع الزواج، هو مكتب الزواج الرسمي اسمه كيو اي. هتقول لك مش هينفع، لان انا لازم عشان اغير البطاقة محتاجة 7 شهور، ومش هينفع ان احنا نستنى. هتحاول بقى ان هي تستعجلك، وتقول لك ان احنا ممكن نتجوز، عمي ممكن يجوزنا، او نجيب اي حد يجوزنا، نتجوز بقى جواز بيسموه هم نكاح سري، اللي هو حاجة شبه الجواز العرفي ولكنها غير معترف بيها. طبعا انت بتتجوز، بتوافق. في بقى اللي بيحصل ان اللي بيصحى تاني يوم ما بيلاقيش حاجة. يعني حصلت موقف مع احد الاشخاص ان هو تاني يوم من بعد الجواز صحى ما لقاش حاجة، ما لقاش حاجة حرفيا، يعني باسبوره وفلوسه واوراقه وشنطه، حتى شنط السفر، يعني حتى هدومه اتاخدت. صحى ما لقاش حاجة، واكتشف بعد كده ان هي متجوزة، يعني هي وجوزها عاملين عصابة على الاجانب. وفي بقى اللي ما بتسرقكش، في اللي هي بتحاول برضو ان هي تستعجلك ان انت تتجوز عرفي او تتجوز نكاح سري، ان انت ما تعملش جواز رسمي، وتيجي هنا اندونيسيا ونتجوز، وهي عارفة ان انت الفيزا بتاعتك كده كده هتخلص، وهتضطر غصب عنك ان انت ترجع لبلدك، لان انت معكش اقامة، ومش هينفع تعمل اقامة بعد جواز عرفي. فهترجع بلدك، وطبعا طول ما انت في بلدك لازم بقى ان انت كل شهر تبعت لها فلوس، وتكتشف برضو في الاخر ان هي متجوزة واحد تاني، وان انت كل ده بيتنصب عليك، سواء بقى في المهر او في الشبكة، في اي حاجة اخدتها هدايا، كل ده اتنصب عليك، وروح بقى اثبت حقك. طبعا نلاحظ ان يعني دي مش حاجة عامة، يعني انا مش بقول ان كل الاندونيسيين نصابين، بس انت شايف ان الموضوع بادئ غلط. يعني هو المفروض ان الجواز بيكون رسمي، فانت لما تلاقي ان واحدة هي اللي بتساعد او بتشجع او بتوافق ان هي ما تتجوزش رسمي، يبقى لازم ان انت تتأكد ان الموضوع في حاجة غلط، ايا ما كانت المبررات اللي هي هتقولها او الاسباب اللي هي هتقولها. نفس الموضوع برضو لما حد يطلب من حد فلوس على النت، حتى لو انت شايف مثلا ان انت مرتبط بيها، انت ملزم ان انت تصرف على مراتك اللي هي زوجتك شرعا، انما غير كده انت مش ملزم ان انت تصرف عليها. واي حد يعني محتاج فلوس ممكن ان هو يتصرف من بلده، يعني من اهله، من صحابه، من جيرانه، مش هيكلم حد على النت اونلاين عشان يطلب منه فلوس. فانت بتلاقي ان الحوادث دي او النقط دي بتكون هي اصلا البداية غلط، بس الضحية طبعا مش بيكون واخد باله. في بقى اللي بتتقل شوية، او اللي هي ايه، مش بتبين نواياها من الاول خالص، بتمشي لك الموضوع عادي جدا، وانا مش عايزة اي حاجة، ولكن وقت الجد هتقول لك ان اهلي هم اللي طالبين، لان احنا عندنا العادات في المنطقة بتاعتنا ان انت لازم تدفع 50 جرام ذهب ومش عارف كام دولار، وبتحط لك
بالبلدي كده بتحط لك العقده في المنشار، ان انت خلاص جهزت ورقك وجهزت نفسك وخلاص جاي تتجوز وعامل حسابك على حاجه، وهي تفاجئك ان، وطبعا الموضوع خارج عن ايدي، يعني دول اهلي هم اللي طالبين مش انا، ومش هينفع ان انت تحاول ان انت تتفاوض معاهم، لازم ان انت تتصرف. فده برضو بيكون واحدة هي بتدور على واحد عشان ان هو يدفع دهب، لان هي بتكون عارفة الجواز عند العرب عامل ازاي، فبيكون هي همها الفلوس اصلا يعني، بس هي مش عايزة تجيبها لك مباشرة ان انا اللي عايزة فلوس، لا بتحاول تقول لك ايه، انا مش عايزة بس اهلي هم اللي عايزين. وطبعا الكلام ده غير حقيقي، لان الجواز في اندونيسيا رخيص يعني، وانت تقدر تسأل اي حد، الجواز في اندونيسيا في الرخيص مقارنة بالدول العربية يعني. والغلط طبعا بيكون من الراجل في الحالة دي، ان هو ما كلمش اهلها. انت المفروض ان انت لما بتتفق على جواز ما بتتفقش مع البنت، انت بتقول لها المهر اللي انت عايزاه كام، بس بعد ما هي تقول لك المهر اللي هي عايزاه المفروض ان انت بتتفق مع والدها، تتفق مع اهلها، عشان الكلام يبقى واضح قدام الكل، وعشان لو في اي حاجة مستخبية تبان. في بقى نوع ده برضو لازم تبعد عنه، النوع ده هتلاقيه بيقول لك ان هي مش عايزة تقعد في اندونيسيا، ومش حابة ان هي تقعد، وان اندونيسيا العيشة فيها صعبة، وان مش هينفع ان انت تشتغل، ومش هينفع كذا ومش هينفع كذا، وتحاول ان هي تلف وتدور باي طريقة، ان يا اما احنا الاتنين نروحوا نشتغلوا في الخليج، او ان انا اجيلك وهشتغل معاك في بلدك. يعني لو انت مش قاعد في دبي او في السعودية هتقول لك قاعد في مصر مثلا ولا في الجزائر، هتقول لك طب انا اجيلك وانت تشتغل وانا اشتغل. دي بتبقى واحدة بتدور على فيزا، يعني هي بتبقى باينة ليه، لان هي قافلة كل السبل لان هي تعيش مع اهلها. هو الطبيعي ان البنت لما بتتجوز بتبقى عايزه ان هي تعيش جنب اهلها، يعني قليل جدا لما تلاقي بنت عايزه تتجوز وتقول لك لا انا مش عايزه اعيش في بلدي، انا اروح اعيش في بلده معاه. فده برضو انت تقلق منها. هو فعلا العمل صعب للاجانب في اندونيسيا، بس انا بتكلم على اللي هي مش بتقولك مثلا ان تعالى اقعد في اندونيسيا وبعد شويه تقولك انا دورت واكتشفت ان القانون صعب ومش هينفع ان انت تشتغل، وتبداوا ان انتوا الاتنين سوا تاخدوا القرار. لا، بتلاقيها ان هي من اول يوم رسمه الخطه ان احنا هنتجوز وانت هنعيش عندك، مش ان انت حتى اللي بتقترح. يعني انت ممكن ان هي تقول كده قبل ما انت تقترح، طبعا لو انت اللي اقترحت او لو انتوا الاتنين اتفقتوا مع بعض ده وضع تاني. انا بتكلم على الشخصيه اللي هي بتدور على واحد عربي علشان تعيش عنده في بلده وتشتغل، تبقى هي عايزه فيزا وشغل، تقول لك انا اروح بلده اخد اقامه واشتغل، طلع كويس ماشي، ما طلعش كويس ممكن انا اسيبه واديني كسبت الفيزا والشغل. في بقى اللي بتستغل القانون لصالحها، اللي هي تقول لك ما تطلبش منك مهر وما تطلبش منك ذهب وما تطلبش منك حاجه، وتسهل لك الموضوع جدا، في مقابل ان انت لما تيجي اندونيسيا مش هتعرف ان انت تشتغل. فالحل ان انت تشتري حتة ارض وتكتبها باسمي، او تشتري بيت وتكتبه باسمي، والارض دي مثلا نعمل عليها مشروع، او تشتري محل وتكتبه باسمي وتعمل عليها مشروع، او تعمل شركة باسمي. فده اول طريق الغلط، يعني انت بتحط رقبتك في ايديها، يعني انت بتحط فلوسك وشغلك وتعبك في ايديها، وهي بالنسبة لها في اي وقت هتطمع. يعني في مثل بيقول المال السايب يعلم السرقة. يعني انت لو واحد مش طماع وانت جيت مسكته كده وقلت له بص انا هفتح شركة وهكتبها باسمك، لازم ان هو يطمع فيك. مع اول مشكلة هتقوم قايله لك الحاجة دي بتاعتي، المكان ده بتاعي، والفلوس دي بتاعتي، وانت مالكش حاجة عندي، لان مفيش اي ورقة قانونية تثبت. فانت برضو اللي تعرض عليك حاجة زي كده او اللي تقنعك بحاجة زي كده، لازم برضو ان انت تراجع نفسك قبل اي خطوة. فاهم حاجة يا جماعة، ان احنا ناخد الموضوع بالعقل مش بالعواطف، عشان انا بقابل كمية ناس كتيرة يقول لي انا اتعرفت على واحدة اندونيسية وبيكون واثق فيها 100%، يعني ما بيكونش حتى شافها على الحقيقة. اقول له مثلا خلي بالك من كذا، يقول لي لا انا واثق ومتأكد. فانت جبت الثقة دي منين؟ انت البني ادم لازم تعاشره على ارض الواقع، وبالنسبة للفلوس بالذات، يعني انت عشان تعرف البني ادم تطمعه ولا لا، لازم ان انت تتعامل في فلوس، لازم ان انت تشوف البني ادم على ارض الواقع، انما على النت انت هتعرف فاهمني؟ انت اللي بتشوفه على النت ملوش علاقة بالشخصية الحقيقية، وخصوصا الطماع او النصاب مش هيبين نفسه في الاول. طبعا في طرق تانية برضو للنصب، زي مثلا الاستيراد والتصدير. تلاقي ان شاب مثلا معاه مبلغ معين
فقرر ان هو يستورد مثلا اي حاجة من اندونيسيا، بس هو مشى في طريق غلط. يعني الطريق الصح ان انت هتروح لمكتب استيراد وتصدير في بلدك وتقول له مثلا ان انا عايز استورد كذا. فهو عندهم حاجة اسمها استيراد لحساب الغير، كل مكاتب التصدير والاستيراد في جميع دول العالم عندهم الاوبشن ده، ان انت ممكن تروح له سلام عليكم انا عايز استورد تيشيرتات من الهند، فهو هيقوم قايل لك طيب انت عايز تجيب ايه وتتفق معاه، والمستورد هيستورد اللي انت عايزه بس هياخد نسبة منك، هياخد فلوس. فده الطريق الصح. الطريق الغلط بقى ان انت تقوم فاتح الفيسبوك وتقعد تدور وتلاقي بيدج معمولة ولا واحد تعرفه من على النت ويقول لك مثلا انت عايز تشتري ايه من اندونيسيا، عايز كذا، طب انا اجيب لك حاضر وابعت لك، ويقعد يوريك في صور ويبعت لك في فيديوهات وانت تبعت له الفلوس يقوم مديلك بلوك ويختفي. فانت لازم ان انت ايه يعني نحكم عقلنا شوية. التعامل في الفلوس لازم ان هو يكون باوراق. ليك خبرة في الاستيراد والتصدير اتكل على الله، لان انت عارف الاوراق المطلوبة. ملكش خبرة في الاستيراد والتصدير يبقى مش عيب يعني ولا غلط، لا خاب من استشار. يعني روح لواحد عنده مكتب استيراد وتصدير وقول له انا عايز استورد كذا واتعلم منه. وبلاقي ناس كتير بيدخلوا على جروب يقول مثلا ايه افضل حاجة للاستثمار في اندونيسيا، تلاقي بقى كل الردود عليه ايه، تعالى على الخاص. تعالى على الخاص ده كده هينصب عليك. انت ربنا رزقك بمبلغ، قررت ان انت تستثمر في اندونيسيا، حضرتك هتشتري تذكرة، هتيجي هتحجز فندق، هتنزل مع نفسك السوق، معاك مبلغ ان انت تجيب مترجم يمشي معاك ماشي، او تشوف اي حد من الاخوة العرب يترجم لك، وانت روح المصانع اللي انت عايز تروحها، روح مزارع السمك اللي انت عايز تروحها، روح المزارع اللي انت عايز تروحها، عايز تنزل قرية تشوف الزراعة وانواع الخضار والفاكهة، انت تعالى شوف بعينك. انما هتكتب على النت ايه انواع الاستثمار اللي في كذا، هتلاقي مليون الف واحد ينصب عليك، هتلاقي مليون الف واحد هيقول لك تعالى شاركني وهو اصلا ما يعرفش حاجة. يعني انت اصلا ما تعرفش مين البني ادم اللي انت بتكلمه ده. فلازم ان احنا برضو ناخد بالنا يا جماعة في حتة الفلوس دي بالذات، واحدة واحدة، وان شاء الله يعني ربنا يبعد عنكم كل شر. دي بس نقط انا كنت عايز ان انا اوضحها ليكم. ما تنسوش اللايك والشير، الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.